هل بتتخيل نفسك محقق الاهداف ولا بتتخيل نفسك مش محقق الاهداف، وايه فيهم اللي هيساعدك؟ فنرجع للنيورو ساينس نشوف ايه فيهم اللي بيساعدنا. في حاجه اسمها الديليد ديسكاونتنج. الديليد ديسكاونتنج ده قاعده في علم النفس بتقول انك مثلا لو قدامك شوكولاتايه وهتاكلها دلوقتي تبقى متحمس اكتر انك تاكلها دلوقتي، ولكن لو قدامك شوكولاتايه عارف انك هتاكلها بعد اسبوعين ما بتبقاش متحمس بالقدر الكافي للشوكولاتايه دي، مع انها نفس الشوكولاتايه ولكن بس في اختلاف الوقت. فانت مثلا متخيل نفسك دلوقتي حصلت على الشغلانه اللي انت عاوزها، هتبقى متحمس وهتقوم تعمل الحاجات اللي تخليك توصل للشغلانه دي، الشغلانه دي بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين. فالديليد ديسكاونتنج بيخلي تاثير الجائزه البعيده قليل عليك، فتخيل نفسك بتحصل على الجائزه او بتوصل للهدف، ده بيخليك تبدا الحاجه ولكن ما بيخليكش تكمل فيها. طب ايه اللي بيخليك تكمل في الحاجه؟ انك تتخيل نفسك بتفشل. جسمنا وعقلنا فعالين جدا في انهم يبعدوا عن الخطر اكتر من انهم يقربوا من الجائزه.